وش الفرق بيني وبين أي دولة في العالم إذا كان عندي عندي من الثروات ما لا يوجد لأي بلد في العالم، وتقول لي كل العالم زي كذا؟ طيب أنت ما في أحد في العالم زيك عنده الثروات الموجودة. هل تعلم أنه يمكن بلد وحيد إلى بلدين في العالم، يمكن فقط دول الخليج بما فيها السعودية، اللي حجم ثرواته في الخارج أكبر من حجم اقتصاده، وتأتي تقول لي الحين تقول والله كل العالم؟ مو صحيح، كلامك مردود عليك، سواء الأخ جابر ولا غيره من المسؤولين اللي يتكلم بنصف الحقيقة أو ربع الحقيقة ويخفي الحقيقة التي تدينه وتدين وزيره وتدين كل الجهاز اللي معه. يا أخي ترى الشعب ترى نفهم، ما تلعب علي لا أنت ولا غيرك، لا تعطيني أرقام يعني زي وزارة العمل تقول لي وظفنا مدري كم بس يخفي 700,000، وهذا يقول لي العالم كله يعيش مجاعة. طبعا نعم يعيش مجاعة، وبس الخيارات اللي عندهم صفر، الخيارات اللي عندك 100% تستطيع أن تفعل ما تشاء. فمنطقك هذا مردود عليك ولا يمكن قبوله لا منك ولا من وزيرك. والشعب السعودي يستحق كما يستحق الكرامة ويستحق التمييز عن غيره من الشعوب ومن غيره من المجتمعات بما حباه الله من خير وبما حباه الله من ثروات أكبر من حجم الاقتصاد. يعني هل هذا الكلام يعقل؟ هل يقبل انه والله الفقراء خلاص لا عاد تاكل لا لحم ولا دجاج ولا حليب ولا رز؟ طيب شاكل. هل نرجع على طير يلي الاول اللي قبل 3 سنوات يقول ما بقى الا تقول كله تبن؟ مو صحيح. معليش خلينا صريحين، انا بس معليش يا حبيبي، اللي قابلني عشان اتوظف في بلدي مصري، واللي يقيمني يعطيني المكافاه كل المؤسسات اول شيء. معليش يا دكتور انت قاعد انا شيء اذا كانت هناك اخطاء روح اشتكي والله العظيم اخذ الجوله بسيارتي افر بك على هالشركات واوريك مستنقعات الفساد وعصابات المافيا اللي قاعده تتحكم سوق العمل. طيب يا اخي هل تعلم يعني في الشركات هذه الشركه اللي اقول لك عليها ذي، في واحده لبنانيه مسرحه شعارها طالعه راتبها يمكن فوق 29,000 الى 30,000، واحده سعوديه اعلى منها في الشهاده معها شهاده جامعيه وهذه ثانوي بس متحجبه وملتزمه بدينها صاكينها ب 7,000 ريال، اخر السنه ذي تاخذ بونص وهذه قاعده. ومن اللي يقيمها؟ مدير شؤون الموظفين واحد لبناني، واللي يقول تسوين ولا تسوين لبناني. يا أخي أنت في بلد الله أنعم عليك بكل الإمكانات، صحيح. تستطيع أن تقدم. أنا أعتقد أن وزارة الصحة صندوق أسود كبير داخله صناديق سوداء صغيرة، وداخل الصناديق السوداء صناديق سوداء أصغر، ولا أحد يعلم ما يحدث. النتائج التي نشاهدها زيادة الوفيات، أمراض تنتشر، علاج. الآن الواحد يشيل هم انه كيف يعالج الولد او يعالج البنت. اذا عندك بطاقه صحيه او تامين كم عددهم اللي عندهم؟ في هناك عائلات، هناك اسر، هناك ما يستطيعون ان يذهبون الى مستشفيات. زي ما ذكر واحد من الاخوان عشان القى موعد علاج يعني يبغى لي برقيات، وهذه قضيه مفترض تكون حق بسيط يعطى للمواطن. أكيد. يعني حتى كلمه متعثر تسبب له حساسيه. يا ويلكم. يعني شوف وزير التخطيط لما كلمه سمعت متعثر تغير لونه، قال لا ما نبغى نقول متعثر، لا غير ليس متعثر. هو تعرف حتى وقام يقيس على مواطن يبني بيت انه مواطن مستلف. انت عندك 3 تريليون ريال، شلون تقارن نفسك بمواطن مستلف؟ يعني هذه العله وهذه المشكله. انت لا تسال واحد هو المسؤول عن ما يجري فيك الخصام وانت الخصم والحكم. نعم لا تسال. طيب. لا تسال على انت لا تجي عند الطالب تقول هذه اسئلتي وهذه اجاباتك يلا صحح لي، وش بتوقع بيحط؟ 100%. اتمنى من مجلس الشورى بدال مجلس الشورى ما يناقش قضايا خلاص احنا يئسنا، بدل سكن المواطنين يئسنا. قضايا في بعض الاعضاء في مجلس الشورى افنى 12 سنه المرأة تقود لا تقود. المرأة ضيعنا وضيع وقته وضيع وقت البلد عشان تسوق الحرمة ولا ما تسوق. قضايا البلد امسك الأولويات الله يهديك وامسك ونفذها. تترك لي قضية الحين دخلت مجلس الشورى وطلعت وما عندك الا ذا الملف فرحان فيه، والحين قاعد تكتب فيه مقالات. الحين على يوم السبت صار إجازة، يوم الخميس صار عطلة. صحيح. صار عمل دوام. صار عمل. أنا له 10 سنوات وحنا نتكلم عن الموضوع وجدواها الاقتصادية ولا حد سمع. اليوم تعال شوف ايش يقول وزير المالية، وزير التخطيط، ومحافظ مؤسسة النقد، ومحافظ ورئيس هيئة السوق المالية، وبعض أعضاء مجلس الشورى، واحد من أعضاء مجلس الشورى داوم 3 أيام في الإذاعات وفي القنوات عشان يطبل اليوم العظيم، القرار الجميل المجيد. أما جمعية حماية المستهلك فأنا أقول وأقترح أن تتحول هذه الجمعية إلى متحف بدون زعل ولا حد يزعلون يرضون معليش. طيب وهل البطالة في أي بلد في العالم زي اللي عندي هنا؟ منو اللي عنده معدل البطالة 40% وعنده 90% من سوق العمل الأجانب؟
عطني بلد واحد في العالم اقسم لك بالله ما عاد اقول كلمه واحده لوزاره العمل ولا صندوق ما هو في العالم في التاريخ الانساني. عطني بلد واحد في العالم عنده معدل بطاله 40% و90% من سوق العمل عندها اجانب، بلد واحد. وانا وعد قاطع يا وزاره العمل ويا صندوق الموارد البشريه، كلمه واحده مني تسمعون. إذا تفذلكوا علينا قال التجارب العالمية أي تجارب است على وجهك. أيضا الشبوك اللي تقريبا امتلأت بها المملكة، أنت أحيانا تطلع البر، خذ شمال الرياض أو تروح في أماكن في جدة أو تروح في منطقة أبها أو تروح في الشرقية، أنت تتمشى بين شبوك. مشكلة يعني شبوك تحجز لماذا يعني؟ 48 ثانية آخر تغريدة لك، تفضل ابعثها لمن شئت لمن متابعك. أبعثها إلى وطني إنه السكوت ومجاملة الفاسدين لن تؤدي بنا إلى خير، وبالتالي يجب أن لا نجامل هذا الشخص كائنا من كان.